حكاية قديس وشهيد. تعالوا نشوف الملاك ميخائيل عمل ايه مع الشيطان اللي انتحر شخصيته. كان في امير اسمه ارسترخس، والامير ده كان قريب جدا من ربنا، هو وزوجته الفاضله اسمها افوميا. كانوا دايما في عيد الملاك ميخائيل بيذكروا الملاك ميخائيل. كانوا كمان بيوزعوا حاجات للفقراء والمحتاجين دايما في عيد الملاك ميخائيل. كانوا قريبين جدا في صلاه وصوم وعباده ربنا مستمره. وفي يوم من الايام ربنا كشف لارسترخس انه قرب ينتقل. ففي اليوم ده راح حكى لزوجته وقال لها ان ربنا قال لي ان انت قربت تنتقل. خافت جدا افوميا وقعدت تعيط وتقول له انت عارف اني انا من بعدك هتعب. قال لها لا مش هتتعبي، وقعد يصبر فيها. قالت له طب انا عايزه تعمل لي ايقونه للملاك ميخائيل. فجاب لها رسام، والرسام عمل ايقونه للملاك ميخائيل، وبعدين دهنها لها كمان بالذهب واداها لزوجته. وزوجته في الوقت ده حطتها في الاوضه عندها، وفضلت دايما تصلي لربنا. وقال لها زوجها قبل ما ينتقل ان حتى لما انا انتقل برضو تفضلي دايما بتساعد الفقراء والمحتاجين وتديهم وما تاثريش من ناحيتهم خالص، وتفضلي في صلاه وصوم على طول. وبعد ما زوجها انتقل بس كانت بتصبرها الايقونه ان دايما كل ما تبص على الايقونه تلاقي ان الملاك ميخائيل معاها. ففضلت دايما في صلاه وصوم وقريبه جدا من الملاك ميخائيل ودايما بتصلي له. جالها الشيطان لكن هي حيله كاذبه، وجه ان هو جايب معاه الثلاثه من الراهبات، ودخلوا عندها الاربع راهبات على ان جايين يزوروها. ففرحت جدا لما شافت الراهبات ودخلتهم واستضافتهم عندها. وراحوا بعد كده قالوا لها احنا جايين من طرف الملك ان نسيب الملك طلبك لك زواج. وراحت في الوقت ده قالت لهم بس انا مش عايزه اتجوز، والبيت ده مستحيل يدخله راجل تاني غير زوجي. فقالوا لها ازاي ما انت عملتي كل اللي عليكي في صلاه وصوم ولازم بقى تتجوزي. فقالت لهم لا انا مش هتجوز تاني، طب انا هسال اللي حارسني. فراحوا قالوا لها يعني انت جايبه رجاله عندك البيت؟ قالت لهم لا انا مفيش رجاله بتدخل عندي البيت. وراحت بعد كده قالت لهم انتوا كده بتغلطوا في الملاك ميخائيل، لازم نقوم كلنا ونصلي للملاك ميخائيل. فراحوا قالوا لها احنا ممنوعين من الصلاه بره الدير بتاعنا، ما ينفعش نصلي غير في الدير بتاعنا. فلما قالوا كده شكت هي في الكلام وحست ان دي حيله مش صح، وراحت قعدت تذكر الملاك ميخائيل. فبصت لقيت الشيطان واقف قدامها، كان شكله يخوف جدا. فصرخت وجريت على الاوضه بتاعتها وتقول يا ملاك ميخائيل. في الوقت ده اختفوا خالص. ففرحت جدا وفضلت دايما مقربه جدا من ربنا. في يوم من الايام جالها الشيطان تاني، بس جالها بلبس ملاك وجالها بهيئه ملاك وبكل نور. ففرحت جدا وافتكرته الملاك فعلا، وراحت سجدت له. وبعدين قال لها انا جايه اطلبك للزواج لواحد تبع الملك. ولما قعد يكلمها فشكت في كلامه وقال لها كفاياكي كده صلاه وصوم ولازم تتجوزي، وكفاياكي ان انت قربتي من ربنا قوي كده. فلما شكت في الكلام فبصت قالت له انت مين؟ قال لها انا الملاك ميخائيل. فبصت لايقونه الملاك ميخائيل وقالت له يا رئيس جندي الرب الملاك ميخائيل تقف معايا. ده وقف الملاك ميخائيل قدام الشيطان وقعد يعذب فيه لغايه لما الشيطان اتحرق. ودي كانت معجزه جميله عملها الملاك ميخائيل. وبركه الملاك ميخائيل تكون معاكم وتحافظ عليكم، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.